تعمل دولة. الدول 3 أنواع من الدول: دولة دينية، ثيوقراطية. إيران نموذجا، تمام، النموذج الإيراني. دولة متصالحة مع العالم وباقية على دين أهلها ودين غالبيتها، وهي النموذج التركي. لو بقوا زي حزب العدالة والتنمية في تركيا هكون أول المؤيدين ليهم، اللي هي الدولة اللي بتفصل بين ما هو مطلق وما هو نسبي. أكبر نسبة من الحجاج في العالم كانوا من تركيا، بس هو في وما زالوا. دكتور نبيل، وبالرغم من ذلك تركيا هل أقلع الناس أو هل تنصل الناس في تركيا عن عقيدتهم؟ لا، هم ما تنصلوش، بس الشعب المصري. المصري. عصام العريان قال برضه تاني مره، ارجع للدكتور عصام العريان وهو صديق عزيز وبحبه على المستوى الانساني، قال ان احنا لن نسير نحو النموذج التركي. ليه يا عم الدكتور عصام؟ النموذج التركي نموذج محترم والناس لم تتخلى عن دينها، نموذج العداله والتنميه. هم بيبشرونا باسم الحريه والعداله، واخشى اننا سنفقد الاثنين معا، الحريه والعداله، فيما لو قيد الله لهؤلاء ان يحكموا لا قدر الله. طب احنا دلوقتي برضو يعني الكلام، هل هو نزاع على السلطه ما بين طبعا الاخوان والليبراليين؟ طبعا. طب هل حضرتك شايف ان الوقت ده يسمح بنزاع؟ احنا في مرحله انتقاليه خطيره لا، جدا. لولا تدافع الناس بعضهم لبعض، ده منذ ايام معاويه بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب عليه السلام. بس المرحله الحاليه خطره جدا. وهو هذا ما نريد ايصاله لاخواتنا في الاخوان. لا تستأسدوا علينا، لان الخصم بيتعلم ادوات خصمه. هم كل اللي تعلموه من الحزب الوطني اسوأ ما فيه، واخشى انهم الان الحزب الوطني كان بيودي خصومه المعتقل. بس صعب قوي الاتهام. اسمحني يا فندم، انا ما بتهمش، انا اقول اخشى. انا بقول هنا انا دقيق. تمام. انا راجل قانون ودقيق، اقول تمام. اخشى. I am afraid of بالانجليزي عشان لو حدش عارف عربي، وللاسف ما اعرفش عبري، بس بالعربي انا اخشى ان يتحول الاخوان الى القيام بدور الحزب الوطني البائد. انا شخصيا لا اظن. انا اخشى انا لا اظن لسبب بسيط، لان الثوره لن تسمح لاحد ان هو يتجاوز. اسمعني بس، انا اقول لحضرتك ما حدش هيسمح طبعا، بس اخشى من ده. ليه بقى؟ هقول لك ايه سبب مخاوفي او ايه مبررات مخاوفي عشان حضرتك تتفهم ان مخاوفي لها ما يبررها. اليهود بيعملوا في الفلسطينيين كل الفظاعات دي اللي اتعملت فيهم من النازي هتلر، من هتلر نازي، من نازي هتلر، ما ذبح الهولوكوست. يعني الخصم بياخد ادوات خصمه، بيستلهم ادوات خصمه. الاخوان جواهم دلوقتي رغبه في الاستئساد. شوف الكلام لما يتكلم الدكتور محمد بديع مرشد العام ويقول الجماعه هي المظله الام لكل الحركات السياسيه، هي المظله الام لحزب التجمع مثلا؟ لا طبعا. اليساري؟ لا طبعا. هي المظله الام لحزب الوفد؟ لا بالطبع طبعا مش هي المظله الام لاي حزب من دول. وبالتالي لغه الاستئساد على المجتمع ولغه الاستقواء على المجتمع هذه لغه مرفوضه، وانا اخشى ان يتحول الاخوان اذا كان الحزب الوطني بيودي معارضيه الى المعتقل، فاخشى ان الاخوان المسلمين يودوا معارضيهم الى المعتقل في الدنيا والى جهنم في الاخره. اعوذ بالله من جهنم. بس انا طبعا الحوار منصب على الاخوان، فانا رايي الشخصي ان احنا نعمل حلقه تنظيميه، نعمل حلقه ثانيه يبقى في حضرتك وحد تشرفنا وحد من الاخوان ونتكلم في الموضوع. بدد لي مخاوف المجتمع المصري برضو، لان انا كصحفي محترف اقول لك ان هناك قطاع كبير في المجتمع المصري، قطاع كبير بالملايين يخافوا ان الاخوان يقصوهم عن المشهد. ما حدش، بقولها مره ثانيه، ما حدش عايز يقصي الاخوان عن المشهد السياسي، لكن ما حدش هيسمح للاخوان ان هم يقصوه عن المشهد السياسي. طيب دلوقتي المساله مشاركه وليست مغالبه زي ما بيقولوا. خلاص حضرتك اتكلمنا على جنب الاخوان، عايزين نعرف بقى لو الليبراليين وصلوا الحكم يعني في اجابه سريعه، لو الليبراليين مسكوا حكم مصر سنصنع دولة كالبستان. اديني بقى شكل كده يعني. سنصنع دولة كالبستان تتسع لكل الأطياف ولكل الألوان، ولكن ليست علمانية. يا سيدي كلمة العلمانية كلمة تمت شيطنتها. خلينا نتكلم في الليبراليه دلوقتي. انا اقصد العلمانيه بالمفهوم المصري. لا مفهوم الشعب لا المصري. المفهوم الشعبوي ده لا. لا احنا بنتكلم عن المفاهيم الشعبيه ان احنا بنخاطب الشعب. المفهوم الشعبوي مش الشعبي، الشعبوي لا مفيش. انا بتكلم دولة كالبستان. لما كان عبد الرزاق السنهوري باشا في قبل انقلاب 52
هو اللي حط كل القواعد وكل القوانين القواعد القانونية في القانون المدني، عملها ظبطها مع الشريعة الإسلامية حتى تتسق بالكامل مع الشريعة الإسلامية، وحط دساتير لعدة دول لم يتخلى المسلمون عن ديانتهم ولا عن معتقدهم إطلاقا، بل اتسعت الساحة لليساري ولليميني وللمسيحي وللمسلم وللشيعي وللسني وللمتصوف ولكل الأطياف والألوان، لأن الله تعالى لو شاء لجعلها أمة واحدة كما قال في محكم آياته سبحانه. يعني حضرتك الليبراليين لو وصلوا للحكم هل هيسمحوا بتواجد الإخوان كنظام سياسي؟ طبعا. متى كنا ضدهم؟ احنا ضد فكرة أولا شيطنة تعبير الليبرالية وتحويله انه مرادف الإلحاد، وهذا كذب بواح. الليبرالية أن يكون كالبستان يتسع لكل الأطياف ولا يقصي أي طرف. ثانيا ضد فكرة انك انت تستأثر بالإسلام، لأن الإسلام ليس حكرا على أحد، وهم جماعة من المسلمين وليسوا جماعة المسلمين، وإلا أصبحوا خوارج العصر. اللي يقول أنا جماعة المسلمين ولست جماعة من المسلمين، في فرق كبير كلمة من هنا. لا هم ما قالوش إن هم جماعة المسلمين. أيوة، لا هم يبقى ما هم قالوش حاجة زي ما دام هم جماعة هناك جماعات أخرى. ولو أن فكرة الجماعات في الإسلام هذه بدعة بمنطق السلف الصالح، لأنه لم يكن هناك لا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد الدولة الأموية ولا العباسية ولا في أي عهد من العهود الإسلامية التي كانت فيها الإسلام دولة ورجال، لم يكن هناك جماعات. وإلا لما سمحوا للمعتزلة بالوجود، ولما سمحوا للمتصوفة بالوجود، ولما سمحوا لأهل الظاهر، ولما سمحوا للأشاعرة والماتردية. كل اللي يقرأ في الفرق والملل والنحل كان السلف أكثر سعة في صدره من هؤلاء الذين يريدون مخاتلة ومخادعة الشعب البسيط اللي 40% منه جاهل، يريدون مخادعته بأننا نساوي الإلحاد. هذا غير صحيح. أقول شهادة أمام الله تعالى، نحن نسمح لكل أطياف الكون بأنها تعبر عن نفسها في دولة يحكمها 3 معايير فقط لا غير: العدل، الحرية، الاحترام. العدل، الحرية، الاحترام، هي دي آخر 3 كلمات. للأسف الوقت دهمنا ومضطرين ان احنا ننهي الحلقة، وكان نفسنا ان احنا نقعد مع الدكتور أكتر، بس إن شاء الله توعدنا بقى إن في حلقة جاية إن شاء الله ويكون في طرف من الإخوان من حق الرد. ده أنا ليه عظيم الشرف. ساعدنا بالدكتور نبيل شرف الدين، وإن شاء الله هو وعدنا بحلقة جديدة ويكون فيها إن شاء الله حد من الإخوان يتولى ليه حق الرد. احنا عرضنا وجهة نظر الليبرالية، وهو في طرف تاني من حقه إن هو يرد. كل إنسان وليه فكره، والحكم دايما بيبقى للجمهور. نشكركم وإلى اللقاء في